كانت القناه الفضائيه هتتضرر من هذا الوضع. فلغوا ضاربين عرض الحائط بالمصلحه العامه والفلوس اللي هتدخل الاتحاد. الرقم ده كان كبير جدا، وكان هيسري الاتحاد وهيعين الانديه على ازماتها اللي كلها بتعلن افلاسها دلوقتي، بما فيهم الاهلي والزمالك اللي هم اكبر ناديين في مصر. النهارده من وقت الالغاء اللي هو اعتقد 20 نوفمبر الى الان ضيعوا على اتحاد الكوره ما بين 20 الى 25 مليون جنيه عن هذه الفتره. من المسؤول عنها؟ هنا ابو ريده اللي هيدخلهم الاتحاد عشان يلغي وعشان يجامل فيضيع فلوس على الاتحاد والمصلحه العامه؟ لا، لابد وان يعاقبوا على هذا الجرم. ده الجدول الخاص بشركه بوما والبيان الخاص بشركه بوما كما جاء على موقع الاتحاد المصري لكره القدم. اتفضل يا كابتن. فاحنا لازم نكون واضحين علشان نعرف نعالج. لازم نكون صرحاء علشان نحط ايدينا على مواطن الداء. اذا استمر هذا الامر الناس دي ده خلاص، ده بيجرموا في حق الاتحاد